على مثل ذكرته دوبك ممتاز لما ذكرت اسم نادي الوحدة، في شريحة تعي تماما أهمية نادي الوحدة التاريخية وأهميتها في أولوياتها وعمادتها وأمور كثير. أبو أحمد قال كلمة جميلة، قال الله يسامحك كأنه أنا اللي هبطت نادي الوحدة. أرد عليه وأقول له ترى الوحدة ستظل مؤلمة للجميع لأنه الأولوية لدينا والعمادة عندنا، فطبيعي جدا نختلف دائما، طبيعي جدا. طيب كلام ما عليه جمرك يا سيدي. خلينا نذكركم بس بمواجهات جيسوس. تاريخ ما يتغير. لا تكذب على التاريخ. التاريخ ما يتغير. التاريخ ما يتغير. خليك بعد ما ركبت الفريق لا تجي تفتي. إذا حتتكلم عن التاريخ أقول لك شيء، تسمح لي أقول لك شيء. أنت تعرف، اسمح لي أقول شيء أبو بدر بس دقيقة، بس لا تقاطعني عشان الحوار يوصل صح. انت تتكلم عن الاتحاد، الاتحاد اخذ عماده في نظر الاتحادين، صحيح؟ الاتحاد سادس فريق يشارك خارجيا بعد الهلال وبعد النصر وبعد الاتفاق وبعد القادسيه وبعد الشباب. عماده ايه؟ لا انت اول دوري ولا انت اول كاس، كمان تقول عميد. سادس فريق يحقق بطوله خارجيه وتقول انا عميد. ترى العماده تخصكم ما تخصنا احنا. خلينا بس اشرح له عشان المغالطات هذه. العماده لها بالتاسيس. الدرس الاول عندكم، هذا الدرس الاول بتاريخ التاسيس العماده. خلي الدرس الثاني، انت اخر واحد يتكلم عن البطولات والانجازات يا رجل. الفيصلي والتعاون والفيحات فوقوا عليه. برافو عليه عشان اللقاء برافو عليه. اقول لك شيء دقيقه ابو بدر برافو عليه. عارف ليه؟ مقياس الانجازات. اجل انت جدا كاتحاد صغير امام الهلال، فرق الانجازات كبير بينكم. طيب تكلم عن نفسك ما مال الهلال. الفرق بينكم وبين الهلال بحور. اوكي لا خلاص. عشان اذا مقياسك البطولات. شكرا. اذا مقياسك البطولات الهلال افضل من الاتحاد. اذا انت جيت تقول صغير، اذا هي مقياس، اذا انت جيت اتحاد صغير جدا. شكرا. خلينا نروح فاصل ونعود.